با استاذ محمد، انت مدرك فداحه اللي حضرتك بتقوله ده؟ وطي صوتك سيكا الا استاذ هاني سعيد يسمعك يروح نازل ببيان سحب الاستثمارات على طول. سبحان الله، الاهلاويه بيدافعوا عن نادي النجوم، نادي النجوم اللي راح هو وبيراميدز للفيفي، والفيفا حكم النادي بيراميدز ب 200 ألف دولار لصالح نادي بيراميدز يدفعهم نادي النجوم. بعد ده كله راجع مسؤول في نادي النجوم يقول لك اصل احنا هنا ظلمنا في اتحاد الكوره وما طارش معانا بالواجب ومش عارف ايه. واجب اللي تربي؟ انت قدمت ورقك وبيراميدز قدم ورقه وكسب القضيه عليك، اسكت. لا طالعين الاهلاويه يقول لك شوف المفروض احنا عند اتحاد الكوره يسحب رخصه بيراميدز وما يخلوش ويتلغي النادي ده خالص من مصر ومش عارف ايه. طب ما الاهلي انسحب من كاس مصر، انسحب خالص، والانسحاب عقوبته ايه؟ سمعني كده، الهبوط درجه ثاني. هل الاهلي يهبط درجه ثاني؟ الزمالك انسحب، هل يهبط درجه ثاني؟ عارف ليه؟ لان القوانين في صالحك انت، فما تجيش تكلمني على المبادئ وانت هزوك.